السلام عليكم، أهلًا أصدقائي، أهلًا بيكم في جولة جديدة من جولاتنا، وإحنا إن شاء الله في مول الصدناوي النهارده زي ما أنتم شايفين كده، هتستعرضوا معايا المول زي ما أنتم شايفين كده كذا دور، المول ده جميل جدًا فيه محلات كتير جدًا، وهنشوف المحلات تحت وهنشوف المحلات فوق، وإن شاء الله هنستعرض ونسرد الجولة مع بعض خطوة بخطوة، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليكم في جولتنا. وإن شاء الله نبدأ الفيديو ونشوف إيه موجود في مول صدناوي زي ما إحنا متعودين في جولاتنا. هنا الدور الأولاني، المحلات اللي في الدور الأولاني هنا فيها دريسات وجلبيات استقبال وجلبيات تنفع بيت وخروج برضه في نفس الوقت. بصراحة مول صدناوي بيمتاز وبيتميز بالأشكال المختلفة، يعني ممكن الأشكال اللي عندهم ممكن ما تلاقوهاش برا، بتبقى يعني في حاجات تلاقوها وفي حاجات لأ. في أشكال، يعني مش كل الأشكال، لإن في طبعًا أنتم عارفين العتبة دي مكاتب ومحلات كتيرة جدًا، فأكيد طبعًا اللي موجود فيها هتلاقوه برضه موجود هناك، لإن المصانع بتوزّع في كل حتة يعني، لكن هُم في عندهم بصراحة حاجات تحسّها إن هي مميزة برضه. الأسعار بقى الأسعار يعني بتختلف، يعني مثلًا في ب350 في أكتر، ممكن تلاقوا عرض ب300 يعني كل حاجة وليها سعرها هناك. بس برضه يعني الأسعار إلى حدٍ ما معقولة، يعني مش ولا هي عالية أوي ولا هي منخفضة، يعني متوسطة. أنتم عارفين طبعًا الأسعار اللي إحنا فيها وكده، خلِّت كل حاجة غالية، يعني الحاجة اتضاعفت زي ما كلنا شايفين الأسعار طبعًا، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نجيب لكم أماكن آآ يعني يكون الخامات حلوة وتكون في نفس الوقت شيك وتكون برضه يعني إيه، على قد الإيد برضه كويسة، أسعار مناسبة، وإن شاء الله في جولاتي اللي جاية بإذن الله هاجيب لكم أسعار برضه كويسة في مناطق تانية، برضه في العتبة والغورية والكلام ده كله، برضه في محيط العتبة، عشان أنتم عارفين طبعًا العتبة هو المكان المخصص للمكاتب ولل والمصانع اللي بتوزّع في العتبة وكده، فبتبقى يعني أسعارها برضه أرخص من برّه. وفي الكارديجان ده برضه، الكارديجان دوّة فيه كذا لون منه وكذا موديل، صراحة في حاجات تُحَف عندهم. يعني مول صدناوي ويعني والناس كمان دلوقتي عرفته، اللي ما يعرفش مول صدناوي، مول صدناوي دوّة عند جراج العتبة، هتيجوا في ميدان العتبة اللي جايين من المترو، هتخرجوا من المترو، هتمشوا لقدّام، هتسألوا على جراج العتبة، هتكونوا قدّام جراج العتبة، هتعدّوا الاتجاه التاني، هو مول صدناوي في وشكم بالضبط، قدّام سنترال العتبة، في قبة، القبة معروفة بالمول دوّة، هي دي القبة بقى بتاعة مول صدناوي، ليه بابين، الباب الأمامي من ناحية سنترال العتبة أمّا تعدّوا الناحية التانية، والباب الخلفي من ناحية الرواعي، المكان اللي إحنا بنصوّر فيه الشوزات والشنط، هو ليه بابين، فآمم على حسب الاتجاه اللي أنتم جايين منه ممكن تدخلوا من أنهي الباب اللي أنتم جايين منه. حبيت أوضّح الناس اللي بتشوف قناتنا لأول مرّة وما تعرفش المكان، المكان ما يتوّهش، أي حد هتنزلوا العتبة هتسألوا على مول صدناوي، أي حد هيدلّكم لإن هو في الميدان ذات نفسه، يعني مش لجوّه ولا حاجة، هو مشهور جدًا ومعروف جدًا برّه، الناس اللي حابة تيجي وتشوف الموديلات هناك، وفي برضه حاجات للعُمرة اللي عاوز مثلًا أهيّة جلابيات العُمرة، وهتلاقوا برضه الإسدالات، إسدالات الصلاة، في الستان وفي الفسكوس، هتشوفوها معانا في نفس الفيديو. إن شاء الله الفيديو يكون جولة ممتعة، وتكونوا يعني ضيفة خفيفة عليكم، وتكونوا أسعدتوا معانا في الجولة، مش حارماكم من حاجة، جايبة لكم الجولات أهو لحد عندكم، أي خدمة. اعملوا لنا بقى لايك واشتراك بقى وشيروا الفيديو لحبايبكم كده عشان يوصل لأكبر عدد. وباحب أشكر الناس اللي انضمت لقناتي الناس الجديدة على راسي، وأهلًا بيكم في قناتي، وأنا سعيدة بيكم جدًا وسعيدة بتعليقاتكم ما تعرفوش قد إيه، وربنا يقدّرني، وأنا أي تعليق بيتكتب أنا بارُد عليه على طول مش باستنى، زي ما متابعين عارفينّي وكده، متابعينّي وعارفين إن أنا بارُد عليهم على طول، مش باتأخّر على أي حد في حاجة، ولا على رقم تليفون ولا عنوان ولا أي شيء، فأنا سعيدة بيكم وسعيدة لانضمامكم لقناتي المتواضعة، وإن شاء الله أكون عند حُسن ظنكم، وأجيب لكم المزيد فيديوهات، فيا ريت بقى تتابعونا بقى باللايك والاشتراك
واشتراك يعني جميل منكم، من إيديكم الحلوة كده، علشان قناة الجولات أهم حاجة فيها الاشتراك. فيعني أي حد يشوف الفيديو ويفتحه، ولو وصل معانا لحد كده يا ريت ما يبخلوش علينا بالاشتراك، عشان دي حاجة مهمة جدًا بالنسبة لي الاشتراك واللايك، عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد والناس تستفيد من جولاتي. انتوا عارفين طبعًا الجولات بتبقى مرهقة ومتعبة، فأي حد وكده يعني مش أنا بس، وكمان في قنوات تانية برضه بتتعب برضه في فيديوهاتها جدًا برضه. يعني الفيديو عقبال ما بينزل مونتاج، تصوير ومونتاج، أكيد طبعًا بياخد مجهود ووقت، يعني بينزل في 10 دقايق، 11 دقيقة، لكن بياخد مننا طبعًا مجهود، يعني ربنا اللي أعلم بيه يعني. فطبعًا مش مهم ده، يعني مش مهم التعب، المهم إن يعني الناس تكون راضية عن قناتي وكده، وتكون فيها مصداقية، وأكون عند حُسن ظنكم. التعب بيهون بكلامكم الجميل وكومنتاتكم الحلوة واشتراككم ولايكاتكم. من غير اشتراك ولايكات يعني الكلام بيهون طبعًا، التعب بيهون لمّا بتكتبوا لي تعليق جميل، كفاية تعليقكم الحلو. اللي عاوز يشترك عادي، يعني دي حاجة هترجع لكم وحاجة براحتكم انتم. كفاية كومنتاتكم الجميلة ليّا وكلامكم جميل، فدي حاجة بتسعدني، ودي يعني حافز كافي ليّا، الحمد لله. هنا برضه الإزالات الصلاة الستان، هنا دي ب500 جنيه، كانت من فترة ب500. دي تنفع استقبال وتنفع الصلاة، بس طبعًا الفسكوس بتبقى حلوة طبعًا يعني، أنا بارجّح صراحة الفسكوس، هي دي كمان شكل أحلى، بس أنا بارجّح الفسكوس صراحة. وفي أشكال تانية، وهتشوفوا معانا في نفس الجولة برضه الدور التاني، فما تطلعوش معانا من الفيديو عشان تشوفوا الجولة، بقية الجولة، وتشوفوا الدور التاني من مول صدنوق. وهنا برضه إحنا لسه برضه في الدور الأولاني، هنا برضه الجلاليب برضه ألواناتها وموديلات تانية برضه، اللي بيحب الألوانات الهادية أهيّة موجودة اللبني. وهنا لبس الأطفال زي ما قُلت لكم أهوّة، وهنا برضه محل لحديث الولادة برضه في الدور التاني في مول صدناوي، وهتلاقوا برضه لبس ترنجات الأطفال زي ما انتوا شايفين معايا كده. ده في الدور التاني، أول ما بتطلعوا السلم على طول الاتجاه ناحية اليمين. والمحل اللي انتوا شفتوا اللقطة من شوية ده محل أهوّة، المحل دوّة اللي هو ده فيه حديث الولادة، وفي يعتبر سن محيّر برضه، ممكن تلاقي فيه سن محيّر زي ما انتوا شايفين كده. المقاسات ديّة دي مش عارفة سن هنطلع الدور محيّر والّا التاني لأ، بقى ونشوف في الدور التاني لكن هو في ايه مع عندهم بعض. زي ما انتوا شايفين كده تشكيلة ونستكمل للبس جولتنا. الأطفال، وفي حاجات جميلة، احنا يعني هنطلع اهوت المحل الدور فيه حاجات التاني. حلوة أهو حديث الولادة. ولسه وما زلنا مكملين في جولتنا في الدور طالعين مع التاني بعض في ما مول حبيتش صدناوي، ليه. ان انا اقطع يعني اوصل المقطع دوت على اساس ان احنا نبقى مع بعض من اول الجولة لاخر الجولة، اكنكم في مول صدناوي بالظبط. اهو الدور التاني، هنشوف بقى كل يوم جديد. ومحل تاني اهو برضو لبس الاطفال، ده في الدور التاني. احنا وفي خدنا عبايات الجولة كده، جينز خدتها لكم وفي واحنا على فكرة ماشيين. في الدور التاني اللي عاوز لبس منتقبات والنقبة وخمارات، هتلاقوها في الدور التاني في مكتب هناك، محل هناك لحاجات المنتقبات والخمارات والحجاب الشرعي، في الدور التاني برضو في مول الصدناوي. بس انا صورت اللقطة دي، بس ما للأسف ما لقيتهاش في التليفون، ممكن ما يكونش الكاميرا كانت مفتوحة، مش عارفة، بس هي كانت لقطة جميلة يعني وكده، فصراحة ما لقيتهاش، ان انا كنت عاوزة انزلها لكم عشان في ناس لو عاوزة حاجات النقاب وكده واللبس الشرعي. وفي ابو الفدا برضو في العتبة، ولو عايزين لبس اطفال موجود في مول صدناوي الدور التاني برضو، في اطفالي وفي حديث الولادة وفي خروج وترنجات، يعني في اطفالي
محل أول ما بتطلعوا الدور التاني للأطفال، وفي ممكن تلاقوا محلات تانية للأطفال برضو. أنا كنت مصورة المقطع بتاع الأطفال بس. وهنا هنشوف لبس الأطفال اهوت اللي بقول لكم عليه كويس، لقيته في الفيديو. المحل دوت أول ما هتطلعوا الدور التاني، على ايدكم يمين، الاتجاه اليمين. ربنا يجعلنا من أهل اليمين يا رب. عنده لبس الأطفال وعنده حديث الولادة برضو. وهنا برضو احنا في الدور التاني، في حبة تشكيلات جميلة جدا. وبرضو الجلاليب دي برضو اللي هي الشانيل دي برضو جميلة جدا لو عروسة بتجهز. وفي برضو الجلاليب هي ب300 جنيه، ده عرض ب300 جنيه. ربنا يرحمنا، كنا بنجيب أحلى جلابية ب200 جنيه و250، كنا بنقول عليها دي غالية. ربنا يرحمنا برحمته من الأسعار. فحبيت برضو اخدكم في الدور التاني برضو لو عروسة بتجهز برضو. مول صدناوي هينفعها، لان مش هيخليها تطلع بره برضو زي مول القدس. برضو اهوت المحل اللي بقول لكم عليه اللي كويس. لقيت اللقطة اهيت اهوت للمنتقبات واللبس الشرعي. هتلاقوه برضو المحل دوت في الدور التاني. حبيت تبقى جولة ملمة فيها كذا حاجة، ما تقتصرش على حاجة واحدة. وعنده تليجرام، اللي عاوز يخش على الصفحة بتاعت التليجرام. الكارت معايا، اديكم الرقم وانتوا بقى تدخلوا على الرقم وتجيبوا القناة. زي ما انتوا شايفين كده. وهنا الإزدالات الفسكوس زي ما انتوا شايفينها كده، صراحة شكلها جميل. وفي منها كذا لون وكذا، هي القصة واحدة بس كذا لون. بس دي طبعا في الصيف بتبقى جميلة جدا الإزدالات الفسكوس. وكمان عملية عن اللي هي الستان.